السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من كام يوم عملت فيديو واتكلمت فيه عن أشرف بن شرقي وإمكانية عودته لنادي الزمالك مرة تانية، وأحطه لك في خانة الوصف عشان تبقى عارف إن كل الملف اللي هنتكلم فيه عن صفقات سواء الزمالك أو سواء الأهلي هتبقى إن شاء الله بالملي. ولما ترجع للفيديو اللي اتكلمت فيه على أشرف بن شرقي هتلاقي إن الكلام كله اللي قلته لك كان مظبوط، بمعنى إن هو ده اللي بيحصل دلوقتي وقت نزول الفيديو. فالنهارده انا بعمل لك الفيديو ده عشان اكد لك على الكلام اللي قلته قبل كده، ان ده في اطار اللي هيحصل خلال قد ايه؟ خلال 48 ساعة بالكتير. خلال 48 ساعة بالكتير، عشان بعد ما تتفرج على الفيديو ده هتبقى اول واحد في مصر عرف القصة دي كلها من اولها، لان الفيديو اللي بكلمك عنه ده نزل من حوالي 7 ايام بالظبط، واتكلمت فيه عن امكانية عودة أشرف بن شرقي مرة تانية لنادي الزمالك. في اللحظات دي اللي حصل إن أشرف بن شرقي فسخ تعاقده مع نادي الجزيرة الإماراتي بالتراضي. يعني ده معناه إيه؟ معناه إن أشرف بن شرقي دلوقتي لاعب فري، لاعب حر. وعلشان كده الزمالك بقاله حوالي 10 أيام كاملة بيتكلم وبيتفاوض وفي مفاوضات مستمرة مع أشرف بن شرقي علشان خاطر يجدد المحاولات والمساعي مع نادي الجزيرة انه يفسخ تعاقده معاه، علشان الفلوس اللي هيتفق بن شرقي مع الزمالك عليها هيحصل عليها بشكل كامل. وده الاتفاق اللي تم بالفعل. ايه هو الاتفاق وتفاصيله؟ تم الاتفاق ان بعد فسخ اشرف بن شرقي تعاقده مع نادي الجزيرة الاماراتي يوقع اشرف بن شرقي لمدة موسمين، هيحصل في الموسم الواحد على $1,000,000. ده تفاصيل الاتفاق اللي تم ما بين امير مرتضى منصور وما بين اشرف بن شرقي، والاعلان بالكتير هيكون خلال 48 ساعة. ده كان حلقة مهمة جدا، كان لازم اعملها لك بشكل استثنائي عشان اقول لك على خبر مهم وخبر حصري هتعرفوه كلكم ومصر كلها هتتكلم عنه الفترة اللي جاية.